إذن حقوق، حرية، عدالة اجتماعية. ضاعت الحقوق وأزهقت الحرية وتاهت العدالة عند أشباه الرجال. سين من الناس كلما تحدثه يجيبك قائلا: المهم القذافي مات. المصيبة أن القذافي اختزل فيه ليبيا بأكملها، شعبا بأكمله، وقد رحل تاركا وراءه إرثه الثقيل. ثورة فبراير هل قامت من أجل شخص أم من أجل وطن؟ هل جاءت لإنهاء حكم ديكتاتور للقضاء على حالة الفكر الواحد، الفكر الذي يبدو أنه ما زال راسخا في شخوص من يعتلون خراب ليبيا اليوم؟ نعم، مات القذافي وظهر خلفا له في مشهد ليس بالبعيد يهتف بالجماهير: لا خوف على ثورة فبراير ما دام قائدها لا تعليق. وأنتم الفرحة في مهدها، دماء شباب حلموا بالتغيير هي في رقبتكم. بعتموها بالملايين الحرام ثمنا بخسا، تسلقتم على أحلام المساكين، جرعتمونا كؤوس الذل والعار والمهانة، وترك المناصب والكرسي عليكم ما هان. ساسة فبراير ودواعشهم هم صنيعة من خانوا الوطن، معتلين موجة الحرية والتغيير، وهم ذاتهم يذبحون ويقتلون ويخطفون كل من أراد مجرد التعبير. لن نتحدث عن فبراير فهي حلم الثورة، بل سنتحدث عن من يريد شنق فبراير وتعليق أحلام البسطاء على مقاصد السفهاء. ذل يجرعه المواطن حتى اللحظة بكؤوس خيبات الوطن، هرول فرادى وعشرات ومئات لنيل المناصب باسم الوطن والمواطن. لعاب الطمع يسيل من فم غول استغول على شعب أراد الحرية، فمنحتموهم القهر، طلبوا الحياة فأهديتموهم نعوش الموت المجانية. ما أحلامك أيها المواطن البسيط؟ وما هو حلم أي منا سوى عيش كريم وطريق آمن وتعليم محترم وقيمة أمام العالم؟ لا كما بتنا كلما وقفنا في مطارات العالم الثالث لا الأول. الأخ ليبي عذرا، عد أدراجك من حيث أتيت، لا نستقبل الإرهابيين. لعلكم يا ساسة الوقت الحاضر الساسة يقاسون بحجم عطاءاتهم وإنجازاتهم لا بسيل إخفاقاتهم وفشلهم وزد عليها سرقاتهم. المشهد الحالي بعد مرور 5 سنوات على الثورة، مؤتمر وبرلمان علماني وذاك المتخفي في ثوب الإخوان، حكومات كانتا 2 فأفرزتا ثالثة شرقية غربية، والثالثة قيد الانتظار، فإما معلقة وإما مطلقة. ترافق كل هذا التخبط إمارة إسلامية تمتد من بغداد إلى سرت لتعلن عن نفسها بخلافة البغدادي، وبين الدولة والإمارة صراع يديرونه من لا ملة لهم ولا دين، وذلك المتخفي بعباءة الإسلام ينشر سرطانه اللعين، يفرز أو يغرر بعقول شبابنا ويبيع لهم الوهم بلقاء الحور العين في جنات النعيم.